السلام عليكم شباب. بس هنا عندنا ثلاث نسخ من الايفون. عندك واحد نسخه يابانيه، واحد نسخه امريكيه، واحد نسخه الشرق الاوسط. شلون نعرفن وشلون نميز بيناتهن؟ طبعا عندنا اكثر من طريقه نقدر نميز بيناتهن. اول شيء عن طريق الكرتونه، نجيب كراتين الاجهزه نقلبها على الظهر نشوف مواصفاتهن، نشوف شنو مكتوب بيهن. مثل ما تشوفون درنا ثلاث كراتين، هذا ال 12 العادي، هذا ال 11 برو ماكس، هذا 12 برو ماكس. نجي اول شيء عندنا على 12 العادي او ايفون 12 مثل ما يسموه. مثل ما تشوفون مكتوب هنا فقط بالانجليزي، باللغه الانجليزيه فقط مكتوب. تشوفون هنا بس لغه انجليزيه مكتوب. هذا شنو؟ النسخه الامريكيه. عندنا هذا ال 11 برو ماكس، نجي على الظهر ما مكتوب، مكتوب فقط بالياباني، بس بالياباني مكتوب. واضح؟ يعني صح يكون هناك كتابات بالانجليزي يو اس بي ولاتين ودري بس شنو كله ياباني. نجي على ال 11 برو ماكس، هذا ال 12 برو ماكس مثل ما تشوفوا مكتوب هنا عربي انجليزي، عربي انجليزي. هذا نسخه الشرق الاوسط، فهذا النسخه اليابانيه، وهاي النسخه الامريكيه. ال 12 ايفون 12 النسخه الامريكيه هنا. فمن خلال الكرتون قدرنا نعرف انه الجهاز امريكي ياباني شرق اوسط. طبعا الارغب شيء هو الشرق الاوسط لانه موجه للشرق الاوسط. يعني بشكل ابسط راح يكون كالاتي: شنو انت مثلا تشتري طابعه، ممكن الطابعه يجيك البلاك مالتها يكون بلاك ثلاثي، بلاك مال كهرباء، بلاك ثلاثي مثل هذا البلاك. ممكن يجيك بلاك ثنائي او يجيك بلاك من هذا المسطح، يعني باشكال، عده اشكال. فمثل ما تشوفون عده اشكال البلاك. عندك هذا يجي ويا الشرق الاوسط، هيك يصير شكله. هذا يجي هم كذلك ويا الشرق الاوسط، ومرات بالياباني او حسب، يعني ممكن انا ما ملاحظه بالضبط، بس هذا الفرق. وعندك يجي همات هيك شكل، مرات تجيب النسخه اليابانيه. فعندك هذا اول كفرق هذا، وما راح ياثر شيء، يعني عندك نفس البلاك او نفس المقبس. هذا يعني نذكركم افراغ الفروقات بشكل كامل. بعدين نجي على الفروقات اللي راح تكون بالبدي مال الجهاز. هسه عندنا هذا ال 11 هذا الياباني، عندنا هذا الامريكي، هذا الشرق الاوسط. نجي على الامريكي، ايش راح يكون بيه؟ راح يكون بيه هذا المنفذ الثاني، واللي هو مال اي سيم حسب ما اذكر، او مال الشريحه اللي موجوده بس بامريكا تشتغل. هذا هنا تشوفوه واضح قدامكم. هذا هنا هذا راح يكون غير مال السيم كارت، هذا مال السيم كارت هنا. هذا هو واحد ثاني غيره موجود هنا. هذا ما راح يكون متفاعل عندنا، ما راح تستفاد منه، وما راح يضر عليك بشيء، يعني اذا كان موجود او ما موجود. فقط انه الجهاز النسخه الامريكيه، يعني الجهاز اللي راح يكون ينباع بامريكا. عندك ال 11 برو ماكس هنا اللي هو الياباني، ماكو اي فرق على الجهاز. على الجهاز كهاردوير كشكل خارجي نفس الجهاز بالضبط. عندك الشرق الاوسط هم الجهاز طبيعي حاله حالهن، بس ما بي هاي مال ايسن. طبعا الياباني والشرق الاوسط ما بي، بس الامريكي راح تكون بي موجوده. هسه نجي على الاختلاف اللي راح يصير. عندك بالسوفت وير طبعا تجي هنا عندك الامريكي والشرق الاوسط، من تاخذ صوره والجهاز بوضع الصامت ما راح يطلع صوت التقاط. الياباني راح يطلع عندك صوت التقاط. طبعا هاي حسب القوانين مال اليابان، يقول لك انه حتى تحافظ على الخصوصيه. فهسه نجي نجرب تجربه عمليه. هذا هو الجهاز هسه حاليا مو صامت، خلينا نخلي لكم اياه صامت. صار صامت، داخل صوره ماكو صوت. وخرت الصامت بيطلع صوت مثل ما تسمعوا. هذا الياباني شو مخليه الثاني؟ مخليه صامت. هذا الياباني صامت، بده يطلع صوت. خليه عام بده يطلع صوت مستمر. هذا سل 12 الشرق الاوسط مخليه صامت ماكو صوت. وخرت الصامت طلع صوت. هذا كفرق راح تشوفوه ملحوظ يعني، وهذا فذاك فروقات، فهذا هو ابرز فرق يمكن تشوفوه موجود. اما كفرق باصدارات الجهاز اللي ايضا يعتبر من ضمن السوفت وير، تجي عندك الامريكي راح تشوف نهايه هاي اخر حرفين عندك هذا السلاش اي. اوكي هذا امريكي، مجرد ما تقراه امريكي بدون ما تسوي اي فحص. تجي عندك على الياباني، شلون راح يصير الياباني يكون رقم النموذج هو اخر شيء جي اي، يعني شنو؟ جابان. عندك هنا الشرق الاوسط شو راح يكون نهايته اي. هذا الشرق الاوسط. فنكون هنا احنا قد ختمنا الفروقات بين النسخه الامريكيه واليابانيه والشرق الاوسط. طبعا استعملنا اكثر من ايفون، ما توفرت عندنا نفس الاصدارات من الايفون، وماكو فرق بيناتهن، بس انا ذكرتهن. وكسوق يعني راح يكون فرق بسيط بيناتهن بالسعر. انا بالنسبه لي افضل الشرق الاوسط. ليش؟ يعني بيه ضمان. الياباني ما راح يكون بيه ضمان، والامريكي ما اعرف اذا بيه ضمان ولا لا. بس هو الشرق الاوسط يعني الشركه دازتها لك للعراق. انت التاجر ليش تروح تجيب مثلا يحصل بسعر ارخص، او يحصل له كميه بسعر ارخص يروح يجيبهن حتى يبيع لنا حتى يستفاد بيهن، بس المقابل راح تضر الزبون بالضمان مالته. فانا نصيحتي انه واحد ياخذ الشرق الاوسط لانه موجه اصلا لك من الشركه.
بقى انه الياباني والامريكي بعد مخير بي. انا هسه بالنسبه لي عندي هذا الامريكي، عندي هذا الياباني، هذا الامريكي اذا استعمل طبيعي ما بهن شيء، كذلك الشرق الاوسط. يعني انا بالنسبه لي ما ياثر علي، لان اعرف مثلا اذا صار بي عطله اعرف شلون اصلحه، او اعرف وش المنا ودي. بس كزبون عادي يعني ما عنده خبره بهالموضوع، انا حياخذ الشرق الاوسط حتى يكون باله مرتاح، وبنفس الوقت حتى يمنع الجشع مال التجار اللي يخليهم يستمرون بهالاشياء ويجيبون النسخ اليابانيه ونسخ مضروبه وغيرها مثل الاكتف واللي شارحاني عنه واللي احذر اي واحد يشتري منه. الا يعني ما اعرف يعني جهاز معاد هو اصلا اشوفه. فيديو موجود بالقناه بات حط لكم الرابط مالته. فمثل ما قلت لكم انصحكم تاخذون الشرق الاوسط انه موجه لبلدكم، والياباني والامريكي لا باس به، بس كون تعرف انت شلون تتعامل وياه. هو ما راح يصير بيه فد اشكال او فد عيب، يعني حاله حال اي جهاز عادي طبيعي كلش. مثل ما هذا شوف هسه انا استعمله عندي طبيعي ما بين اي اشكال، ما بين فد عيب، يفتح وتستعمله وما بي اي مشكله. لكن قلت لكم انه مثلا انا مثلا هوايه اصور، مثلا اذا رايح فد اجتماع او فد شيء، يعني الصوت مال الكاميرا يكون مزعج اذا اصور، يعني ممكن واحد من هالشغله يتحسس. بقى انه هاي مثلا هاي الامريكيه انا هاي بهاي ناعم في التاثير، كلها نفس الاجهزه وكلهن من شركه ابل وكلهن اصليات وما بيهن قلت لكم فد مشكله او هاي. بس مثلا هذا بضمان هذا ما بضمان. فاذا ردت تشتري يعني قال لك انه ياباني، فيعني ما مو يعني مو تقول انه جهاز مو اصلي، لا اصلي لكن انه ما موجه لك. وبنفس الوقت عندك مثلا واحد يجي يقول لك لا انا اريد امريكي، عبالي انه هي ابل بامريكا وانه الجهاز الامريكي هو الاصلي وذني مو اصليات، او مثلا مصنعين بغير بلاد. حبيبي ترى انه مو تصنيع سيارات اسكندريه، لا انما يعني هو مصنع باي ابل، هو ميد ان تشاينا بس انه ميد باي ابل. ما تجي تقرا الكرتونه راح تقرا مكتوب انه الجهاز وين مصنوع بالصين، بس شنو صنع بواسطه ابل. يعني هذا بشكل عام. يعني خاف عندك فكره انه الامريكي احسن او من هالامور، لا انما الفكره انه الجهاز مصنع بالصين، كل المصنعات بالصين لا على مود بسبب تكلفه العمل هناك، تكلفه الانتاج راح تكون رخيصه. وشنو مصنع بواسطه ابل، وديزاين وين بكاليفورنيا. وكذلك طبعا هاي الشغله ما راح تلاحظوها بالايبادات، لان الايبادات اي شيء تاخذه شرق اوسط ياباني امريكا ما حد يتابع، ما حد يحكي بيهن. انا احكي كحكي سوق حاليا. فهمات انصح بالشرق الاوسط وانصح بالوكالات. هنا بالعراق ما عندنا في الوكاله رسميه او متجر من متاجر ابل، ولا لا اكو متجر من متاجر ابل كان منع الجشع مال التجار وكان حافظ على سعر الاجهزه بنفس سعر الشركه، لكن انا ماكو، فصارت في التجار وصارت هاي الامور. فشوف انا مثلا جهاز انقطع، جهاز يجي حسب الوجبات، مثلا تاجر راح يلقى له وجبه من عده شجره جابها، او تجار يتفقون انهم يجيبون هذا الجهاز ويجيبون منه، وهكذا من هالامور والتفاصيل هاي اللي شبعنا من عندها. واي استفسار اي ملاحظه انا حاضر بخدمتكم. قلنا لكم هسه احنا كطريق فحص شلون راح تصير، راح تصير اما عن طريق السوفت وير واللي هو الكاميرا او النقم النموذج جي ينتهي بجي او ال اي او اي. هذا امريكي، هذا ياباني، هذا شرق اوسط. عندكم الامريكي تكون بهاي من الجانب مثل الفتحه مال ايسم اعتقد، والياباني يطلع صوت، والشرق الاوسط هو ابوهن. عندكم بعدين الفرق بالشواحن قلت لكم طبعا 12 من يجي شاحنه، بس كان يجي بال11 هيك. هاي ممكن تجي بالشرق الاوسط، هاي ممكن تجي بالشرق الاوسط، هاي تجي بالامريكي او بالياباني. كان اذكر انه انا اشتريت واحد شرق اوسط ايفون 11 برو ماكس اول العام العفو، كان من شاحنه بي. وشايف هذا ما اشتريت واحد ثاني ما كانت بيه هيك شيء، هذا جاني ويا شو اسمه ويا امريكي ما تجي عادي طبيعي، وكلهن نفس الشيء، كلهن يطنك 20 واط، وكلهن اصليات وما بهن اي اشكال. مثل من تشتري طابعه مرات يعطيك هيك راس شحن وياها، يكون الراس مال الكهرباء توصل ليش، مرات هيك كله طبيعي يعني حسب البلد. مثلا انت تروح لغير بلد راح تشوف انه ما عندهم هيك مقابس كهرباء، عندهم هيك حسب، تختلف من بلد لبلد. شلون الاكلات. واتمنى استفادتوا في شيء من الشرح هذا مالتي، واتمنى ما توقعون بالاخطاء وتتجنبون جشع التجار. وتحياتي لكم اخوكم حسن.